السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم نعمة الصديق. النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل وصفة جديدة ومكملين في سلسلة التوفير، وهنعمل كمية الناجتس القمر دي من صدر فرخة واحد. طبعا احنا قطعنا الفرختين بطريقة اقتصادية وطلعنا منهم الصدرين اللي انتم شايفينهم دول. هناخد صدر منهم، هناخد الصغير، يعني هناخد الصدر الصغير وهنبدأ نعمله. النهاردة هنعمل منه الناجتس. طبعا الصدر التاني هعمله لكم برضو وصفة تانية، وهتطلع لي كمية كبيرة برضو جدا اكتر من دي كمان في فيديو تاني بقى ان شاء الله. طبعا انا خدت الصدر كده وهقطعه. طبعا انا كنت حاطاه في الفريزر وطلعته، نقعته في مية وملح وخل. ولما بدأ يفك سنة بدأت اقطعه زي ما انتم شايفين. هقطعه صغير كده علشان هاخده عشان افرمه. طبعا عايزه اقول لكم ان الوصفه دي جربوها تعجبكم جدا ان شاء الله، وطعمها تحفه وهتطلع لك كميه حلوه ان شاء الله. هيكون بقى معايا كوبايتين من اللوبيا مسلوقين كويس جدا جدا. هم حوالي يعني ربع كيلو، خدت نصه يعني 8 كيلو يعتبر. اتسلقوا كويس قوي قوي. وهضيفهم بقى للفراخ، وهضيف التوابل بتاعتي عبارة عن توم باودر وبصل باودر وكله معلقة صغيرة يعني. ومعلقة مرقة دجاج اللي هي الفورية، ومعلقة بابريكا، ونص معلقة من البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو بالمصري يعني، ونص معلقة من الشطة، وكمان معلقة كبيرة من النشا. وما تنسوش معلقة النشا دي مهمة جدا جدا. وطبعا الملح بتاعي، وكمان هحط فلفل اسمر. كده انا فرمت الفراخ اهي كويس جدا، وحطيت الفلفل الاسمر عشان ما كنتش حطيته قبل الفرن. هبدأ بقى ايه اخد الفراخ بتاعتي عشان اشكلها. طبعا التشكيل بتاعك ده زي ما انت عايزة. طبعا بدل ما اقعد اشكل واعمل واحدة واحدة، هبدأ اخد كمية الفراخ كلها، واجيب صينية زي ما انتوا شايفين كده، وافرد فيها كيس نضيف كده، واحط عليه بالفرشة كده زيت عشان بس الفراخ ما تلزقش في الكيس. وابدأ افرد الفراخ بتاعتي فيه بالتساوي كده. طبعا دي اسهل بكتير جدا من ان انا اشكل زي ما انتوا شايفين. طبعا انا ممكن اشكلها برضو عادي واعمل اشكال زي ما انتوا يعني عايزين، يعني ممكن تعملوا اللي انتوا عايزينه، بس الاسهل ان انا هعملها كده في الصينية وافردها كويس جدا، وبعد كده هبدأ اقطعها. طبعا انا بفردها في الصينية، ببل ايدي بس زيت كده عشان اعرف افرد برضو ما يلزقش في ايدي، وابدأ افرد. طبعا هو دي الكمية اللي هي في الصينية، وفي كمان في الكبة زي ما انتم شايفين كمية كمان. يعني كمية ما شاء الله. وكمان انا عملتها لما فردتها يعني ما كانتش رفيعة، كانت سميكة وحلوة كده. طبعا برضو السمك ده زي ما انتوا عايزين. بعد بقى ما فردتها كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ اقطعها بالسكينة، بس هبل السكينة زيت علشان ما تلزقش في الفراخ وتقطع كويس. برضو تقطعوها رفيع تخين زي ما انتوا عايزين، كل واحد بقى ايه يفنن بقى في التقطيع. انا قطعتها بالمنظر ده، وهبدأ احطها في الفريزر شوية عشان لما اجي بس احطها في البقسماط الكريسبي بتاعي تبقى ماسكة نفسها، وتبقى اسرع يعني في ان انا اتبلها. كده احط الكمية كلها بقى، احطها في الفريزر، اسيبها حوالي المفروض يعني تقعد ساعتين بتاع تجمد شوية. انا حسبتها نص ساعة بس علشان اكمل لكم الوصفة. معايا طبعا الكريسبي دوت بيجي من عند العطار. هو بيبقى خشن عن كده شوية، انا بضربه في الخلاط. طبعا هو معروف يعني، هو عامل زي الكورن فليكس كده بس مفروم، وهو موجود عند العطار. قوليله كريسبي للفراخ وبيبقى لونه اصفر.
كده انا هحط عليه شوية من البقسماط اللي هو الخبز المطحون، يعني عشان الناس اللي بتتفرج عليا من الدول العربية متعرفش يعني ايه بقسماط. وهيكون معايا شوية مية كده من الحنفية عادي جدا، بس انا حاطة عليهم معلقة شطة، وحاطة عليهم كمان معلقة من مرقة الدجاج. وابدأ بقى احط الفراخ بتاعتي في المية وارجع احطها في الكريسبي كده. طبعا عايزين تعملوا الكفر تخين هتحطوها مرتين، عايزين تعملوه رفيع بتحطوها مرة واحدة، وبرضو ده مش يعني اختياري، انت ليكوا الحرية تعمليه مرتين او مرة واحدة، هو بيطلع مش فارق قوي يعني. بس يعني ايه، دي حرية برضو شخصية. يعني انا جربتهم في الاتنين، عملت شوية كده وشوية كده، لقيت مش فارق يعني في وانا بسويها في الزيت، لقيتها مش فارقة. انا كنت بجرب عشان اشوف يعني. كده هو انا بوريكم بس 3 كده، 3 وحدات آم، يعني بعملهم ازاي، وبعد كده هعمل كل الكمية بقى لوحدي واوريكم طلعت لي قد ايه. طلعت ما شاء الله كمية حلوة جدا زي ما انتوا شايفين، من صدر فرخة واحد بس طلعت لي كل الكمية دي. طبعا انتوا برضو تقدروا تعملوا يعني كميات اللي انتوا عايزينها. على فكرة انا وزنت صدر الفرخة ده قبل ما ابدأ، وكان حوالي 400 جرام، يعني اقل من نص كيلو عمل لي الكمية اللي انتوا شايفينها دي، وهي بتتباع اصلا في السوبر ماركت غالية. آم، يعني هي هتوفر معاكي جدا جدا، وكمان هتنفعك لو في يوم راجعة رحتي مشاوير وراجعة قرب المغرب، هتلاقيها سريعة جدا وهتنجزك لانها هتتقال على طول، مش هتحتاج تعملي فيها حاجة. وادي الكمية طلعت معايا ما شاء الله. لو جربتوها وعجبتكم ما تنسوش بقى تدعولي دعوة حلوة، وتدعولي ابني مازن ربنا يرحمه ويغفر له ويحسن إليه. ويا ريت تعملوا لي لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.